ومكملين معاكم في الفيديوهات التعليمية وازاي نعمل اليد النص دايرة اللي هي الرباعية زي ما انتوا شايفينها كده، وازاي ان احنا نركب الحلقة الذهبية في الجنب. شفنا مع بعض الفيديو اللي فات ازاي نقفل الجوانب وازاي ان احنا نقفل كمان بالخرز، بس كان باقي نقطة بسيطة. لو احنا هنستخدم حلقات ذهبية ضيقة زي دي من سهلة الفتح وعايزينها انها تكون خارجة جانبية، مش مثلا الحلقة سهلة الفتح الكبيرة اللي احنا نقدر ندخلها ما بين الخرز لما نخلص، ساعتها بنعمل ايه؟ ساعتها هنشتغل زي ما انا هوريكم كده دلوقتي. هبدأ اتعامل مع الحلقة دي ان هي كأنها الخرزة الرابعة بتاعتي اللي بحطها، يبقى يعني بحط الخرزة وبحط معاها الحلقة وهدخل في الخرزة اللي احنا بقى كنا خلاص اتفقنا عليها في الفيديو اللي فات. عشان لو ما شفتوش قولولي ان انا احط لكم او هسيب لكم كده اللينك في اول كومنت هثبته علشان تشوفوا طريقة تقفيل الجوانب وانه ازاي نضيف الحلقة قبل ما نكمل تقفيل الجنب على بعضه بالشكل ده، ان احنا حطينا الخرزة وحطينا الحلقة سهلة الفتح معانا ودخلنا الخيط في الخرزة الجانبية اللي هتنزلنا لتحت علشان يبقى عندي الخيطين نازلين لتحت وناقصهم خرزة واحدة ربع، وهدخل الخيط هنا بالشكل ده وبعمل العقدة بتاعتي. شايفين بالراحة خالص انا كده ضميت الجزء الجانبي بتاعي بخرزتين بس، في يعني يعتبر تكة واحدة بقى خلاص متكون معايا الجزء الجانبي متقفل ومحطوط فيه الحلقة سهلة الفتح. وعشان برضو اللي ما شافوش الجزء اللي فات انا اقدر ان انا انزل الخيط في الخرزتين اللي عليهم الدور الجانبيتين سواء في اليمين او في الشمال، واحط خرزة كمان اقفل بيها في الاخر بحيث اكون قفلت حوالين الحلقة خالص. فكده هنبقى عدينا الخيط من الناحيتين وهنحط الخرزة الاخيرة نقفل فيها. وطبعا احنا شرحنا ده بالتفصيل في طريقة تقفيل الجوانب بدون الحلقة علشان تكون واضحة لكم، بحيث لما نعملها في الفيديو هنا يبقى الشكل واضح ليكم بالشكل ده. وطبعا كل اللي باقي خلاص ان احنا نقفل الخيط. تقفيل الخيط ان انا برجع في نفس الوحدات اللي انا اشتغلت عليها دي زي ما يدور بالخيط واعمل عقدة تانية، وهكرر نفس العملية الناحية دي علشان نبدأ بقى نشتغل الشغل بتاعنا ان احنا ازاي نعمل اليد النص دايرة فوق الشنطة على طول. طبعا في طريقتين، طريقة ان انا اجهز قطع بره واتنيها وابدأ اركبها، وطريقة تانية ان انا ممكن ابتدي من هنا وهوريكم ازاي ان احنا هندخل خيط في خرزة منهم من خرزة من المربع اللي احنا هنشتغل فوقيه ده. واوريدي مادام دخلت من خرزة يبقى باقي ان انا اضيف 3 خرزات علشان ارتفع الدور الجديد بتاعي زي اي ارتفاع دور جديد، بس خلي بالكم ان احنا شغالين من فوق الحلقة بالشكل ده. طيب وهيبقى معايا خيط تحت بدخله في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور، بس الجانبية اللي هي في المربع اللي احنا لسه مقفلينه حالا واحنا بنعمل الجنب بتاعنا. فيبقى خيط تحت وخيط فوق. الخيط اللي تحت عدناه من الخرزة الجانبية اللي في المربع بتاعتنا، والخيط اللي فوق من اوريدي اول واحدة هنضيف فيها خرزتين ونقفل في تاني خرزة بطريقة العقد اللي احنا اتعلمناها مع بعض بالشكل ده. هلف الخيط وادخله في الخرزة الجانبية التالتة اللي عليها الدور، والخيط اللي فوق هبدأ اضيف فيه خرزتين عشان اقفل كمان الجنب التالت معانا بالشكل ده. هلف تاني، دي كده رابع مرة بقى خلاص. اخر خرزة جانبية تحت هدخل فيها الخيط كده، وبعد كده خلاص الخيط اصلا جنبه الخرزة اللي هي كانت بتاعة البداية هدخل فيها عادي. يعني المرة دي بندخل في الخرزة اللي تحت والخرزة الجانبية، اوريدي هيبقى معايا كده 3 خرزات داخل فيهم الخيط، يعني باقي ان احنا نضيف خرزة واحدة رابعة علشان نقفل الدور بتاعنا، ويبقى كده الدور بتاعنا انتهى وارتفعنا بكل سهولة الدور الاولاني في اليد بتاعتنا. شايفين اهي بدأت تظهر معانا، وهيبقى فاضل ان احنا بقى نبدأ نرتفع. والارتفاعات الجديدة او الادوار الجديدة كل اللي فيها ان هي هتكون تكرار لنفس العملية. يعني ايه؟
يعني المرة دي هناخد اي خيط منهم اليمين او الشمال ونحط فيه 3 خرزات ونقفل في الخرزة التالتة بالشكل ده. هيبدأ يرتفع معايا دور جديد. طيب الخيط اللي تحت هدخله في الخرزة الجانبية اللي عليها الدور تحت، والخيط اللي فوق هبدأ اضيف فيه الخرزتين اللي عليهم الدور، ونقفل في الخرزة التانية زي ما احنا اتعودنا، ونبدأ نلف تاني. الخيط اللي تحت ادخله في الخرزة الجانبية اللي تحت، والخيط اللي فوق احط فيه خرزتين، وكده يبقى عملنا ال3 اتجاهات. وباقي الاتجاه الرابع ان احنا هندخل الخيط اللي تحت، بيبقى خلاص بقية تلقائي ان هو هيدخل في الخرزة الجانبية اللي تحت والجانبية اللي فوق. هنا ندخلها تاني اهي الخرزة اللي تحت والخرزة الجانبية اللي هنا. هيبقى بقى عندي خرزة واحدة اضيفها. دايما الوحدة الرابعة النهائية بنضيف خرزة واحدة لان خلاص الخيط بيبقى دخل معايا داير ما يدور في الوحدة اللي قبله. شايفين بدأ خلاص كده هيرتفع معايا. ابدأ اكرر ده كله تكرار لحد ما اعمل اليد الناحية التانية. طيب الطريقة التانية ان انا اقدر اعمل قطعة زي دي عادية خالص مستطيل زي ما بنشتغلنا الشنطة العادية، وان انا ابدأ اتنيها بالشكل ده. بعمل 3 ادوار بالطول اللي انا عايزاه ليد الشنطة، وبعد ما اعمل ال3 ادوار بقيسهم بالشكل ده واتنيهم بحيث ان انا يبقى عندي بداية شكل اللي هو رباعي. فبعد ما تنيت كده هعمل حركة حلوة قوي. هعمل ايه؟ هدخل طرف الخيط من الخرزة دي، بعد كده هضيف من الطرف التاني خرزة. هضيف الخرزة دي عشان يتكون عندي شكل رباعي فوق، وطرف الخيط ادخله من هنا. بصوا كده هتحط بقى كمان في طرف الخيط تاني واحدة خرزة كمان بعد ما عدينا من الخرزة الجانبية. بصوا بقى اللقطة دي هتلاقوا ان اتقفل معايا الجزء الاولاني خلاص، شدينا العقدة وتكون معايا نفس المنظر والشكل الرباعي اللي احنا عاملينه هنا. طيب نكمل الجزء ده ازاي؟ بان انا الخيط دخله هنا في اليمين وهنا في الشمال، كل طرف ادخله في الجهة اللي قصاده، ويدوب انا بيبقى كده الخيط معدي من 3 خرزات. بحط الخرزة الرابعة اللي عليها الدور فقط لا غير، واقفل في الخرزة الرابعة دي يتقفل معايا المربع. فاقدر ان انا اشتغل بطريقة من الاتنين. انا بفضل ان انا على الاقل اكون بدأت في الشنطة وحدتين زي ما احنا عملنا كده، وبعدين اعمل اليد الطويلة دي وابدأ اوصلها في الشنطة. طيب طريقة الوصل هتبقى ازاي؟ هوريها لكم، بس هوريها لكم بقى من جهة واحدة علشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا كده وصلت القطعة بتاعتي وعايزة ان انا اوصلها بقى في النهاية. بنوصلها في النهاية ازاي؟ طبعا بقفل الخيط من ناحية وناحية بسيب فيها الخيط طويل زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان انا اكون ماسكة القطعة قصاد، اشوف الخيط طالع قصاد انهي واحدة بالظبط من الجزء اللي تحت. فانا عندي هنا الخيط من تحت الوحدة اللي تحت، يبقى هدخل برضو فيها، هدخل في طرف خيط منهم. بصوا كده انا المفروض كل خرزة قدامها خرزة هنا، يبقى حباقي ان انا اضيف قصاد كل خرزتين تانيين. فحطيت في طرف الخيط خرزاية ومدخلة الخيط من نفس الخرزة المقابلة اللي طالع منها الخيط تحت. شايفين؟ يعني نفس الاتجاه هدخل فيه خرزة واروح بالخيط في نفس الاتجاه الوحدة اللي تحت بالشكل ده. طيب انا كده كأن عندي 3 خرزات قدام بعض. نلفها كده اهو، دي الخرزة دي قدام دي، وحطيت خرزة ما بينهم عشان تعمل 3 خرزات، وهحط الخرزة الرابعة واقفل فيها بالخيط علشان تظبط الشكل معايا، ونبدأ نقفل اول واحدة فيهم. هو الجزء ده اللي بيكون متعب شوية لان احنا بنحتاج نشد ونظبط الوحدات قصاد بعضها. واشد العقدة بتاعتي كويس اهي، بدأ يتكون معايا الشكل. بس احاول ان انا اكون ضغطة، ان انا اكون شادة بايدي كويس الخيط. هبدأ اتجه الناحية اللي جوه
او مع اتجاه الخيط، عشان حسب لو انتوا عاملين العكس حسب اتجاه الخيط هتجه للوحدة اللي عليها الدور، بان انا هدخل طرف الخيط سواء ده او ده هدخله من الخرزة الجانبية اللي قصاده، فخيط هيدخل في الخرزة اللي فوق وخيط هيدخل في الخرزة اللي تحت، واعدي طرفين الخيط للناحية التانية خالص بالشكل ده. فاوريدي هيبقى برضو الخيط معدي معايا من 3 خرزات، وباقي الخرزة الرابعة اللي تقفل لي الجنب التاني معانا. فهحط خرزة واقفل فيها بطريقة العقد اللي احنا اتعودنا عليها، واشد الخيط كويس عشان يتكون معايا العقدة بتاعتي بالشكل ده. وبرضو ظهر معايا نفس الكلام، عندي كل خيط قدامه خرزة هدخل كل خيط في الخرزة اللي قدامه، وبدام بدأت بوحدة مظبوط قدام الوحدة اللي تحت فخلاص هتلاقوا شكله اوريدي بقى شكله مظبوط، واليد بتاعتي عندي مش معوجة ولا اي حاجة رغم ان احنا لسه ما كملناش تقفيل. وبقفل بالخرزة الرابعة، وهنا مع تقفيل الوحدة التالتة كأننا بالظبط عملنا الوحدة الرابعة. ليه؟ لان اول خرزة ضفناها تحت واخر خرزة ضفناها فوق بقوا قدام بعض، وعندنا الخرزة اللي فوق واللي تحت قدام بعض، فكأن عندي الاربع خرزات لكن مش مرتبطين ببعض. فانا هعمل ايه؟ بعدي الخيط زي ما انا متعودة خالص عادي من الخرزتين الجانبيتين اللي عليهم من دول، بس اما هاجي الف هنا الاقي الخرزة اوريدي موجودة، فهعدي الخيط منها مرة واعديه من فوق الخيط الطرف التاني علشان اكون زي عقدة واشدها جوه الخرزة، فتشد معايا الوحدة دي وتشد معايا ايد الشنطة تبقى مشدودة معايا ما فيهاش مسافات. كده بكل بساطة احنا عملنا اليد اتقفلت، شكلها شيك جدا، شكلها مظبوط ومشدود. وطبعا اهم حاجة اتعودنا عليها في القصة دي فكرة ان احنا نكون مستخدمين الخيط المناسب مع مقاس الخرز المناسب.